مساء الفل ومساء الحلويات، معاكم قناة أكلة وقصة. والنهاردة هنعمل مع بعض أحلى وأسهل كيكة شوكولاتة. هنعملها بصوص منه فيه كده، صوص سهل وسريع. شايفين شكلها حلو ازاي، غرقانة في الشوكولاتة القمر دي، ومعاها كمان قطعة من الفراولة. حاجة كده سهلة وجميلة، والكيكة طرية وهشة وجميلة جدا، والصوص مديها طعم خطير. تعالوا بقى نقطع حتة كده ونشوف مع بعض شكلها من جوه جميل ازاي. شايفين الفراغات والفقاقيع دي كيكة فيها هوا كده وجميلة وناجحة 100%. هتجربوا الطريقة دي لو انتوا لسه مبتدئين وأول مرة تعملوا فيها الكيكة دي هتنجح معاكم من أول مرة. شايفين الجمال والطعام، حاجة كده حلوة أوي وكلها هوا كده وفقاقيع، وولادكم هيعشقوها جدا. تعالوا بس عايزة أمسكها لكم وأوريكم قد إيه هي طرية وهشة. يلا بينا على الطريقة ونبطل بقى رغي ونقول الطريقة بتاعتنا عملناها إزاي. سهولة بقى الكيكة دي إن احنا هنعملها في الخلاط. معايا هنا كوباية من اللبن، كوباية من الزيت، وكوباية من السكر. وطبعا السكر حسب الرغبة، ممكن تزودي ممكن تقللي زي ما تحبي. وحط كمان عليهم 4 معالق كبار من الكاكاو الخام الغير محلى. بيدي طعم حلو قوي وبيدي لون جميل قوي. هنبدأ نضرب الخليط ده مع بعضه الأول، وبعد كده هقول لكم على القصة اللي ليها علاقة بالكيكة. طبعا قصتنا النهاردة قصة مميزة جدا وهتعجبكم قوي، وهستنى آرائكم وتعليقاتكم وتقولوا لي مواقفكم اللي زي القصة دي. زي ما انتم شايفين كده، انا بعد ما ضربت الخليط بتاعي اخدت منه كوبايه من صوص الشوكولاته ده، وهو ده الصوص اللي انا زينت بيه في اول الفيديو الكيكه. هسيبه على جنب وهنبدا نكمل بقى بقيه وصفتنا. معايا هنا بيضتين بدرجه حراره الغرفه، مهم قوي تبقى بدرجه حراره الغرفه علشان خاطر الخليط ما يفصلش مننا. وربع معلقه صغيره من الفانيليا، وهضربهم مع بعض. وده الخليط السائل بتاعي، هحطه في بوله وهركنه على جنب. نبدأ بقى نعمل الخليط الجاف بتاعنا. الخليط الجاف بتاعنا عبارة عن كوباية من الدقيق، وطبعا هننخله علشان خاطر يدي هوا للكيكة بتاعتنا. ربع معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. هننخلهم مع بعض، وهنبدأ نخلط الخليط اللي جاف ده على الخليط السائل لحد ما يختلطوا مع بعض. اسفه ان المقطع ده ما تصورش، بس هو انا حطيت بالتدريج الدقيق لحد ما اختلطوا سوا. بعد كده حطيته في صينيه، حطيت فيها ورق زبده، وتقدروا تدهنوا الصينيه بسمنه او زيت وتحطوا فيها شويه دقيق، او تدهنوها دهنه صغيره من الطحينه. وهندخلها على فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني، بتقعد حوالي ساعه الا ربع. لو الفرن بتاعك اساسا حامي او من النوع اللي هو عالي يعني شويه، هتقعد معاكي نص ساعه. تعرفي ازاي بقى ان الكيكه استوت؟ هتدخلي السكينه فيها، لو طلعت من غير اي صوص او خله الاسنان طلعت نظيفه، يبقى كده الكيكه بتاعتك كويسه وزي الفل. هتطلعيها وتسيبيها تبرد تمام، وبعد كده تبداي تحطي عليها الصوص بتاعنا وتزينيها. طبعا انا ما قلتلكوش لسه القصه بتاعت الكيكه. ماما كانت مسافره في مره يعني، وكانت سايبانا مع بابا وكنا قاعدين معاه. بابا حب يفرحنا ويدلعنا وقال ايه اما اقوم اعمل لكم كيكه كده إيه تتعشوا بيها. طبعا إيه، قعد يدور على المضرب الكهربائي بتاع اللي احنا بنضرب بيه الكيك، ما لقاهوش وما كانش عارف ماما حاطاه فين. فاضطر بقى ايه ان هو قال انا هعمل الكيكه بالبلندر. وبالفعل عمل الكيكه وجهزها وبدأ يضرب الكيكه بالبلندر. وطبعا كلنا عارفين ان القوام بتاع عجينه الكيكه بيبقى تقيل جدا، فالبلندر طبعا ما استحملش واتحرق. طبعا كلنا عارفين ان دخول الراجل في المطبخ يعني بيبقى كارثة، وعادة ما بيطلعش بنتائج كويسة. هو كتر خيره كان حابب يفرحنا ويعملنا، وكل راجل يخش المطبخ طبعا يفرح اولاده يشكر. بس طبعا كلنا عارفين ان في كوارث بتحصل. وطبعا ماما رجعت من السفر وعرفت ان البلندر اتحرق، وكان النتيجة ان هي طبعا انهارت نفسيا. وبعدين بابا قال لها هعوضك وجاب لها واحد جديد. بس يعني استفدنا من الموضوع ان هو دلعنا برضو وعمل لنا كيكه، وكان نيته حلوه ان هو يفرحنا. اكتبوا لي بقى تحت في التعليقات مواقف رجالتكم في المطبخ ودخولها في المطبخ بيعمل كوارث ايه. وده كان فيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. انتظروني في وصفات اخرى. باي باي.